عمرك سألت نفسك ايه هي اهم واول عضلة لازم تتمرنها اول ما تدخل الجيم؟ في الفيديو ده هقول لك، بس متنساش تعمل لي فولو وتصلي على النبي. يلا بينا. ناس كتير بتبقى اول ما تنزل تتمرن الجيم بتبقى عايزه تحقق هدفها بسرعه جدا، وتشيل اوزان كتيره وبتلعب كارديو وبتعمل كل اللي عليها، بس المشكله بتنسى اهم حاجه، ان هي اصلا ما عندهاش الطاقه او التكيف اللي هو بيخليها تتمرن اصلا. طيب التكيف ده بيجي من ايه او بيتحصل ازاي؟ عن طريق عضله معينه وهي عضله القلب. القلب هو المسؤول عن التعب اصلا. يعني مثلا لو جسمك بيضخ 1 لتر مثلا في الضخه الواحده او في الدقه الواحده، لازم برضو تكون عارف ان القلب هي عضله لا اراديه ربنا خلقك بيها، اللي هو بيتحكم فيها، انت جسمك بيتحكم فيها بنفسه. مفيش حد بيدخل في عضله القلب. ليه؟ من رحمه ربنا علينا. طيب برضو القلب ايه فايدته؟ القلب لما بيضخ دم كتير في الدقه الواحده ده احسن لك. ليه؟ يعني انت مثلا قمت جريت شويه، جريت مثلا 5 متر، في ال5 متر اللي انت جريتهم دول قلبك عمال يدق جامد. طب انا ما جريتش حاجه كتيره، ليه بيدق جامد؟ لان هو اصلا مش قادر يعمل ريكفري للتعب اللي انت عملته، فبالتالي عمال يضخ دم كتير. في لاعب تاني لو جرى نفس ال5 متر تلاقي نفسه ما تعبش بالنسبه لي ولا حاجه. ليه؟ عشان قلبه متعود على التكيف ده، متعود على التعب ده. توهتك معايا صح؟ طب تعالى اقول لك تتمرن ايه. انا قصدي في ايدك بس وافهمك الدنيا والله مش اكتر. اول حاجه انت تتمرن كارديو، لازم تتمرن التمرينات الهوائيه، التمرينات اللي هي فيها عضله القلب شغاله، اللي بتخلي ضربات قلبك تزيد، زي الجامب جاكس، او تطلع على التريد ميل، او تركب العجله، او على الاقل تطلع تتمشى على البحر. خليك فاكر الكارديو والتمرينات اللي بتخلي ضربات القلب عاليه هي التمرينات اللي بتقاومك للتعب. بس كده، سلام.